وسع وسع وسع. البنات بتوع الصيدليات يا عم قادر احلى مسا عليهم. البنات اللي بيتكلم شباب كتير يابا تعالوا لي هنا. هو انت ما عندكيش اخوات ولاد ولا ايه؟ ايه ما عندكيش اب؟ ما عندكيش كرامه؟ انا راضي ضميرك قولي انت استفدت بايه؟ كم مره حد ضحك عليك وجرح قلبك وسابك ومشي؟ طب كم مره انت جرحت قلب حد ومشيت؟ سؤال بس بعد اذنك، هو انت مبسوطه بحياتك دي؟ انت مبسوطه انك بقيتي حكايه على لسان كل الناس؟ تخيل انت السبب اللي خليتي الناس تقول بنت فلان الفلان دي بيتكلم ولاد. تخيل انت السبب في كسرة ظهر ابوك وامك واخوكي. وكل ده عشان ايه؟ بتتصلوا مع بعض ولا علشان لقيت حد بيهتم بيك ويقول لك بحبك وحشتيني؟ طب وبعدين يا بنتي الكلام الحلو بينتهي، واللي كان بيدلعك هو نفس الشخص اللي بيجرحك. هو انت اللي مش مديه لنفسك قيمه؟ هو انت اللي مش شايفه نفسك انك اغلى من كده؟ هقول لك على حاجه جد وخليها في سرك. كتير من الشباب بيقول لنفسه مش هتجوز واحده كانت بتكلمني، لانها زي ما كانت بتكلمني اكيد كانت بتكلم غيري. طب ليه من الاول بقى ما نحافظش على نفسنا؟ ليه ما نبقاش البت اللي الناس بتحلف بتربيتها، اللي الناس بتقول عليها ده بنت بألف راجل، يا بخت اللي هكون من نصيبه؟ والله الواحد بيشوف بنات من بيوت محترمه، يعني ابوها وامها ناس غلابه جدا ومحترمين جدا وحاجه زي العسل. البت بقى تطلع لمين؟ الله اعلم. طب اقول لك على حاجه حلوه. فاكره سيدنا موسى لما شاف بنتين عند البئر، لما شاف واحده فيهم كانت مختلفه، فجاه احداهما كانت تمشي على استحياء، يعني ما حاولتش تضحك، ما حاولتش تدلع، ما حاولتش حتى تبين نفسها، كانت تمشي على استحياء. ومش بس كده، كانت واضحه ومحترمه ونقيه. ربنا عمل معاها ايه ساعتها بقى؟ خلاها الزوجه النبي. يعني لو ماشيه على استحياء ولابسه لبس محترم ومفيش في اي حاجه ملفته، يعني مفيش بقى حته طالعه من الطرحه والطرحه راجعه لورا وايش حاجات ديت، ما علينا. ربنا هيبعت لك بشخص محترم ويحافظ عليكي، مش هيبعت لك واحد تافه يتسلى بيكي، ولا واحد كل يوم يقعد يتكلم عليكي واحده شاك. خليكي وانت تخاف ربنا وتحافظ على نفسها، وتخلي الناس تحترمها قبل ما تحبها، علشان مش كل حب حقيقي، ومش كل كلمه بحبك وراها نية جواز. خليكي غاليه علشان الغالي عمره ما بقى رخيص. يا رب تكون استفدت وتحافظي على نفسك وتبعد عن الحاجات الوحشه. اشوفك في فيديو جديد. ما تنساش تعمل اشتراك الاول. اشوفك في فيديو جديد. سلام.